ما تيجوا نعمل أكلة فسفور وتعالوا أقول لكم النهاردة هنخلي الحلو ده ازاي ما يغلاش علينا، ولما يغلى ثمنه ازاي نعمل بكمية بسيطة نكبر حجمه ونكتر الكمية زي ما انتوا شايفين كده. حبة سمك مشوي وحبة جمبري بقى كده، وزي ما انتوا شايفين جمبري كريسبي وحلو جدا وكمان حجمه كبير. عندنا هنا الدقة بتاعتنا انا بعملها دي وبسيبها في التلاجة، عبارة عن فلفل وكمون وليمون ويضربهم كده في الكبة او في الخلاط. وبجيب البهارات بتاعتي اللي هي كمون وشطة وملح، وبحط عليها كده معلقة من الدقة بتاعتي دي، بتبقى جاهزة كده بتسهل عليا دايما بعملها وبسيبها في التلاجة. وهزود عليها بقى ليمون زيادة، لان طبعا السمك بيحب الليمون والكمون. بعد ما قلبت كده الخلطة بتاعتي دي كده زي ما انتوا شايفين بقت كده جاهزة معايا عشان اتبل بيها السمك. معايا هنا سمك بولتي هفتح كده بس جنابه علشان املح اللحم وفي نفس الوقت يستوي معايا في الشوي ويكون سهل. زي ما انتم شايفين الكمية يعني او الحجم السمكة مش كبير قوي، فهيستوي معايا، او هي دي الحجم المناسب لسمكة الشوي. ومعانا بقى كمية الجمبري زي ما انتم شايفين صغير ازاي. انا هقولك دلوقتي ازاي تكبري حجمه. الجمبري ده كان معايا جمبري مجمد يعني ما كانش طازة، فانا هديله بس كده التتبيله بتاعته الاول واتبله، وبعد كده هقولك ازاي تعملي له خلطه عشان تكبري حجمه وتخلي كده الجمبريايه تملى العين. حطيت عليه كده معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها في اول الفيديو، وباقي الخلطه هملح بيها او هتبل بيها السمك بتاعي. همسك كده السمكية ومن جوه ومن بره وابتدي املحها او هتبلها بالتتبيله بتاعتي. اهم حاجة بس ان انا الفتحات اللي انا عملتها دي احط فيها كده حبة من التتبيلة علشان اللحم معايا او لحم السمك يكون طعم كده بعد التسوية او بعد الشوي. بعد ما اخلص الكمية وبنفس الطريقة هعمل بقية السمك. هجيب بقى كده عندي الجمبري بتاعي بعد ما الاتنين اتملحوا معايا او اتبلوا. هجيب بقى كده حوالي كوباية من الدقيق، واحط عليها رشة من الملح ورشة من الكمون، واقلبها كده بالشكل ده. وانزل بقى بالجمبري بتاعي كده وابدره بالدقيق، وارجع انزله في المصفى علشان انزل الدقيق الزيادة بتاعي، او انزل الدقيق الزيادة اللي موجود على الجمبري. دي كده طبعا الطريقة اللي معتادة يعني اللي واخدين عليها او المطاعم بتشتغل بيها. بيبتدوا بقى كده ينخلوا ويقلوا على كده وكده تمام. انا بقى عايزة اعمله كده كفر تاني او كفر يكون كده كريسبي. فهجيب كده نص كوباية من الدقيق واحط عليها كده معلقة من التتبيلة اللي انا كنت عاملاها، وهضيف عليها مية وابتدي اقلب كده بالشكل دوت لحد ما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه. اجيب بقى الجمبري بتاعي بعد ما بدرته طبعا بالدقيق، وانزل كده في الخلطة دي، وبعد كده هرجعه للدقيق تاني. ده بيديني كفر حلو وبيديني كفر وبيكبر معايا الجمبرياية وبيخليها كده حاجة كده ملوي العين زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. ارجع تاني للدقيق واقلبها. عارفين بقى كده الفراخ الكريسبي او الستريبس، حاجة كده شبه الستريبس شوية بيبقى مقرمش. بصوا بقى الحجم، فرق الحجم من ده لده. دي كده الجمبرياية اللي اخدت معايا من الخلطة، ودي كده الجمبرياية اللي بالدقيق. اشتغل انتي بالطريقة اللي انتي حباها واللي انتي عايزاها. والسمك بتاعي هجيب له دقيق، هجيب له ردة بالشكل دوت وابتدي ابدره وش وظهري كده، وهكون محضرة معايا الصاجة اللي هشوي عليها. لو انتي مش حابة تشوي في الفرن وحابة تشوي على عين البوتاجاز من فوق، هتجيبي كده الصاجة ديت انا جايباها هي خاصة بالسمك. ارش عليها كده رشة من الردة واحطها على العين الكبيرة وابتدي انزل عليها بالسمك بالشكل ده. هي دي صاجة كده بتتباع، بتبقى موجودة، بتبقى خاصة لشوي السمك بس. لو انتي بقى ما عندكيش الصاجة دي تقدري تشوي في فرن بوتاجاز عادي، وبعد كده تغسلي صاجة البوتاجاز عندك ومش هتبقى فيها اي حاجة. بس اهم حاجة تغسليها قوام علشان ما يلحقش فيها ريحة السمك تبقى موجودة. بس اهم حاجة تحطيها من تحت او قريبة يعني من نار الفرن. هجيب بقى الزيت يسخن معايا وانزل كده بالجمبري بتاعي. انا هنا بصراحة ما عملتوش كله يعني بالخلطة اللي هي التلحيسة دي بيقولوا عليها تلحيسة، او الجنب او بتوع الاسماك يعني بيقولوا عليها تلحيسة. ما عملتوش كله بيها لان انا كنت حابة ان هو يكون طعم الجمبري كده ظاهر. انا اديتك بس فكرة علشان اوريكي ازاي تكبري حجمه زي ما انت شايفة كده. وهقلب بقى. وعايزه اقولك بقى الجمبري ما بياخدش وقت خالص، يعني اقل من نص دقيقة مجرد بس ما يغير لونه. وابتدي كده اشيله من الزيت، هو كده استوى خلاص.
بصوا بقى اللي هو واخد معانا من التلحيسة اللي هي الخلطة بتاعتي، بصوا كريسبي ازاي، لونه كده عامل زي الستريبس، وشكله كمان عامل زي الستريبس. وعملته بقى وخرجته كده، وابتديت بقى اعمل تتبيل علشان املح بيها السمك بعد السوا. انا بصراحة بحب اعمل الخلطة دي معلقة كمان من الدقة اللي احنا كنا عاملينها، وعليها كده عصرة ليمونتين 3 وحبة خل، وببتدي اشرب بيها السمك بتاعي. بتخلي طعم السمك حلو بعد التسوية، يعني مجرد ما يخرج معايا من الفرن او من على الصاجة ببتدي اسقيه كده بالتشريبة دي، بيبقى طعمه حلو قوي. الجمبري بتاعي بقى جاهز زي ما انتوا شايفين، بصوا حجمه كبر ازاي. اشتغلي انتي بالطريقة اللي انتي حباها، لو حابة تكبري حجمه هتعملي اللي انا قلتلك عليه. وانا كده خلصت الفيديو، متنسوش اللايك.